امبارح حكت لكم قصتين الاتنين اجمل من بعض. واحد نصه التحتاني قرر يعيش بعيدا عن النص الفوقاني، والتاني كسلان جدا ماشي يتدقلج على الارض بيتدقلج على روحه. النهارده تعالوا احكي لكم قصه جميله عن الارض الملعونه اللي بتشفط كل اللي يقف عليها. يلا بينا نبتدي حكايتنا ونشوف ابتدت ازاي. بس رجاء فعلوا الجرس واشتركوا عشان يوصل لكم كل جديد. قناتنا مفتوحة 24 ساعة من أجلكم ومن أجل أبنائكم. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بتبتدي قصتنا النهاردة بجماعة من الأصدقاء كانوا متفقين إن هم يطلعوا رحلة مع بعض باللانش. نصهم طلع على اللانش وكان مستني النص التاني يجي وما يعرفش إن القفد ملعونة. أول واحد نزل من العربية حصل له إن الشعيرات بتاعة القفد مسكت فيه وشفطت دمه وشلته. تاني واحدة من الصحاب نزلت حصل لها نفس الموضوع. هيجرب التالت ينزل هيحصل له نفس الموضوع. القفد بتشله وبتطلع شعيرات منها وبتشفط دمه وفي الآخر بتشفطه هو كامل. طبعا البواقي كلهم في حالة ذعر ما يعلم به إلا ربنا. يعني اللي بينزل على الأرض بينشفط بتطلع شعيرات وبتشفطه ومحدش بيعرف هو راح فين، مات رسمي. اعذروني لغاية هنا يا أصدقائي عشان فيديوهات الشورتس بتتحمل بمدة معينة، فأرجوكم لو عجبكم القصة هتلاقوها متحملة جاهزة على قسم الفيديوهات مستنياكم تسمعوها. بس قبل ما تمشوا بالله عليكم لايك عشان تدعموا القناة واستنوا الجديد. يوميا في فيديوهات كتيرة جميلة جدا من أجلكم ومن أجل أبنائكم، وتأكدوا إن اللي جاي ضرب نار.